بنرحب بكل متابعينا فأهلا وسهلا بحضراتكم. يوسف إدريس هو كاتب مسرحي وقصصي مصري، والذي أثرى الأدب بالعديد من الأعمال والروايات. ولد يوسف إدريس سنة 1927 في محافظة الشرقية في مصر. كان والده يعمل في مجال استصلاح الأراضي، فكان يتنقل بين المدن، مما اضطره لإرسال يوسف ليعيش مع جدته في القرية. نشأ يوسف إدريس في فترة حرجة من تاريخ الوطن، حيث الاستعمار البريطاني والثورة على نظام الملك فاروق، فأثر هذا الوضع السياسي المضطرب على شخصيته، فتفاعل معه وأثر فيه في جميع مراحل حياته. كان يوسف إدريس يحلم منذ صغره أن يدخل كلية الطب، فالتحق بها وحصل على بكالوريوس الطب. وفي خلال سنوات الدراسة لم يشغله تفوقه الأدبي والعلمي عن الانخراط في الحياة السياسية ولا عن المشاركة في الاتحادات الطلابية، حتى أصبح السكرتير التنفيذي للجنة الدفاع عن الطلبة. شارك يوسف إدريس في مظاهرات كثيرة ضد الاستعمار البريطاني وضد الملك فاروق، وقام بنشر مجلات ثورية أدت إلى سجنه ومنعه من الدراسة عدة أشهر. كما شارك أيضا في النضال الجزائري سنة 1961، حيث انضم للمناضلين في الجبال وحارب معهم من أجل الاستقلال، حتى أصيب وتم إهداؤه وسام تقديري لجهوده ثم عاد إلى مصر. تخرج يوسف إدريس من كلية الطب سنة 1947، وعمل كطبيب مقيم في مستشفى القصر العيني سنة 1951. وفي عام 1956 تخصص في الطب النفسي، ثم عمل مفتش للصحة، لكنه لم يستمر في العمل في هذا المجال، فترك الطب ليتفرغ للأدب، فعمل كمحرر صحفي في جريدة الجمهورية سنة 1960، ثم كاتب في جريدة الأهرام في الفترة من 1973 حتى 1982. كان يوسف إدريس روائي مرموق، حيث يعد من أفضل من تطرقوا للقضايا الاجتماعية والسياسية والفكرية، فمزج بين الفصحى والعامية في قصصه القصيرة، فكانت مليئة بالحياة وقريبة للقارئ. كان يوسف إدريس غزير الثقافة واسع الاطلاع، ملم بالأدب العالمي خاصة الأدب الروسي، كما قرأ في الأدب الآسيوي والصيني والياباني، فتأثر بهذا الخليط الرائع من الأدب. كان يوسف إدريس بيحاول نشر كتاباته وقصصه القصيرة التي كانت تنال إعجاب زملائه في الجامعة، حتى بدأ ينشر قصصه القصيرة سنة 1950. وفي عام 1954 أصدر مجموعته القصصية الأولى، والتي كانت بعنوان أرخص ليالي. بعدها بعامين نشر مجموعته القصصية الثانية بعنوان جمهورية فرحات. وهكذا توالت أعماله الروائية والقصصية في الانتشار بين قصص وروايات ومسرحيات ومقالات، وترجمت أعماله إلى 24 لغة عالمية، حتى لقب بأمير القصة العربية. حصل يوسف إدريس على وسام الجمهورية سنة 1963، كما حصل على وسام الجزائر سنة 1961. وفي عام 1980 حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، والذي يعد من أرفع الأوسمة في البلاد حتى وقتنا هذا. من أعمال يوسف إدريس القصصية جمهورية فرحات، العسكري الأسود، النداهة، ومن رواياته الحرام، رجال وثيران. أما مسرحياته فمنها ملك القطن، البهلوان، الفرافير. توفي يوسف إدريس سنة 1991 عن عمر ناهز 63 سنة. والآن نترككم مع مختارات من أقواله، فلنتابع.